السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم وصفة الكروكي اللي كامل نحبوها ونشتيوها، وان شاء الله هذه الوصفة راح تنال اعجابكم متأكدة، سورتو اللي يحبوا الكروكي تاعهم يجي طري وخفيف وبزاف بنين. هذا الوصفة سبيسيال ليكم، على بالي راح تعجبكم بزاف. شوفوا كيفاه يجي خفيف، يجي كيما القطن. وما تقولوليش الكروكي لازم يجي يقرمش، كاينين مناطق ما يديروهش يقرمش، يديروه طري. انا واحده من الناس نشتيه طري، وكاين اللي يشتيوه طري، ماشي اوبليجي نديروه يقرمش والله يابس. هيا نفوتوا المقادير وطريقه التحضير. نسحقوا 4 بيضات. انا البيض اللي عندي صغير، على ذيك درت 4. اللي عندها البيض يعني يكون كبير، الحجم تاعو كبير بزاف، دير غير 3 يكفيوها. من مستحسن البيض ما يكونش بارد بزاف من الفريجيدير ديريكت. نديرو كاس الا ربع سكر. هنا ملاحظه اللي ما يحبوش السكر بزاف يديروا غير نص كاس، جاني شويه حلو. نزيدو رشه تاع الملح، وكاس الا ربع زيت. يعني نحتاجو كيلة زيت، كيلة سكر، وكيلة تاع بيض. ندي المكونات هذو ونخلطهم، ما نبالغوش في الخفق بزاف باش ما يجيوناش هذوك اللي هو الداخل في الكروكي. انا شاتيته يبقى الداخل خفيف. تقدروا تخلطوه حتى بيدكم. ندير لافاني، درت مورفه صغيره معمره مليح تاع الفاني. ما ديروهاش في الاول لانه الذوق تاعها راح يروح، سورتو اذا كانت الفاني ماشي مليحه. نجيب الفرينه، نضيف الكاس الاول ونزيد الكاس الثاني. سعة الكاس المستعمل 180 مليلتر. درت 15 غرام خميره كيميائيه. الكاس نتوما كيلو باي كاس عندكم، بهذاك الكاس اللي يهز 250 مليلتر ولا اللي يهز 220 مليلتر كيما تحبوا. المهم ديروا كيلة بيض، كيلة سكر، كيلة زيت. جبت الكاس الثالث تاع الفرينة، ضفته كامل. نخلط شويه ومن بعد ندخل يدي باش نحس بالقوام تاع العجينه. هنا جبت الكاس الرابع ونبدا نضيف فيه بالتدريج، نضيف بشويه ونخلط حتى نتحصل على القوام راني حابته. كما قلت لكم يجي يتلاصق بزاف، وشوا ماشي سائل اللي ما نقدروش نهزوه حتى بيدنا، يعني نخليوه نقدروا نتحكموا فيه شويه. نبقى نضيف بشويه ونشوف هذا الشكل. انا حبيت نمد لكم الفرينه يعني بالضبط. نتوما ضيفوا 3 كيسان الاولين، والكاس الرابع بقاو تضيفوا فيه بالتدريج، كل واحد كفايه يديلو. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. شوفوا كي تمسوا بيدكم اللي تكون نظيفه يلصق لكم شويه العجين في يدكم. انا جبت شويه تاع الزيت اللي فضل لي من الكاس. شوفوا دات لي كاس الا ربع، يعني بقى لي ربع من الكاس. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه، ما هو سائل ما هو حاكم روحه. وطبعا بالمعاونه تاع الزيت لازمكم ديروا الزيت في يدكم. شوفوا هنا جيبوا هذيك الكوبات، راح تقدروا تتحكموا في العجين فاسيلمون بها. شوفوا خير من تدخلوا يدكم ديريكت. بيان سور نديروا الزيت في يدنا باش ما يلصقلناش ونقدروا نتحكموا فيه بسهوله. نقسموا العجين على 2. شوفوا القوام، هنا القوام تاعها ويبان. شوفوا كيفاه يجي طري، وباش هو بالزيت نقدروا نتحكموا فيه. نجيب بلا نديرلو بابي كويسون، وهنا البلا ما تدهنوه لا زيت لا والو. كي تدهنوا الحاجه تاعكم بالزيت راح يزيد يتطلق ديريكت، يولي كبير بزاف. لازمكم تخليو البابي كويسون هكذا ناشف باش كي تحطوه ما يزيدش يطلق روحو الكروكي، يبقى محافظ على شكله. حطيت الاول نزيد الثاني، وكل ما تنشف يدكم الزيت ديروا الزيت في يدكم وسيي وتسقموه. وما تخافوش منه، يعني رايح يسقم بالكوبات وبيدكم مع شويه تاع الزيت راحين تعاودوا تسقموه. واللي ما تحبش دير الحرابش هذو تقدر ديرو ديريكت في بلا يكون صغير على هذا، وديروا قرصه كامله. هنا بعد ما عدلته ندخلوه يطيب على 180 درجه، الفور شاعل من الفوق ومن التحت.
بعد ما يدينا تحميره خفيفه من تحت في الاطراف وتحميره خفيفه من الفوق نحيوه. شوفوا اللي تخليه يتحمر مليح راح يجي يقرمش. انا ما شتيتوش يجي قرمش، شتيتو يبقى طري. على ذيك نحيته وهو كدا شويه تحميره، وهو يعني دافي ماشي سخون ديريكت، دافي. نجيب الكونفيتور وندهنو من الفوق. انا درت هذا الكونفيتور تاع الفريز جا بزاف بنين، مد الكروكي مذاق ما شاء الله. ندهنها مليح. تقدروا ديروا الكونفيتور تاع المشماش، مهم لي يكون متوفر عندكم ديروه. انا بعد ما دهنتهم مليح نجيب نواه كوكو ونرشها. انا دايما نشتي ندير زوج اذواق، ندير تاع نواه كوكو وتاع الكاوكاو، ولزوج ملاح. سيو باش تعمروا الفراغات كامل باش ما يبقاوش بلايص ناشفين، يعني ما فيهمش لا نواه كوكو ولا الكونفيتور. والحبه الدوزيام ندير لها الكاوكاو. جا بزاف طري وبزاف بنين وبزاف هايل. هذه الوصفه جات هايله كما راكم تشوفوا، يتقطع فاسيلمون. وان شاء الله باك ما يجيونيش هذوك صحاب التعليقات الكروكي على اسمه يجي قرمش. كل واحد حر يدير واش يحب. اللي يشتي حاجه طريه ولا اللي ما عندوش سنيه ماشي لازم ياكل الكروكي يابس حجر. وديجا راني مشاركه معكم العديد من الوصفات تاع الكروكي، وكاين بزاف اللي جربوهم وعجبوهم ورجعوا لي بالخبر. وعلى بالي هذا الوصفه راح تعجبكم لانها انا عجبتني، يعني خير من اللي جربتهم كامل. شوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها، جا هايل هايل. وكما قلت لكم اللي يحبوا يقرمش يعاود يقطعوا ويدخلوا للفور يتحمر في الجوانب، راح يجيه يقرمش. شوفوا كيفاه يجي كيما القطن هايل. انا هكذا نشتي سورتو مع الكونفيتور تاع الفريز، عطالو بنه هايله. شوفوا الطراوه. هذه كانت وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. وما تنساوش اذا عجبتكم تخليوا لي رايكم في التعليقات وتخليوا لي الجام وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وبسلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.